هبدأ بكرة ويجي بكرة ومش ببدأ، وأقول هبدأ بكرة ويجي بكرة ومش ببدأ. بكرة ده مش بيجي، بكرة اللي احنا عايزين نتغير فيه. التغيير مش محتاج ثورة، التغيير بس محتاج مننا خطوة. ودي رابع حلقة لينا في لحظة وعي. احنا دايما بنفكر في التغيير، وطول الوقت بنشوف فيديوز وبنشوف ناس ونقول هنتغير هنتغير، ما بتغيرش. ليه انا ما بتغيرش؟ انا ممكن اكون عايز ان انا اتغير، بس ليه ما بتغيرش؟ عشان بيبقى فاضل خطوة واحدة. التغيير مش عايز قوة خارقة، مش عايز ان انا اهد الدنيا. التغيير دايما بيبتدي بالبيبي ستيبس اللي احنا بنقولها. التغيير بيبتدي حبة حبة. عارفين لما بيكون حد عنده عادة معينة وبيغيرها او بيبقى عايز يغيرها، زي مثلا مثل لطيف جدا عندنا في رمضان، الناس بتبقى خصوصا الناس اللي بتشرب مثلا مكيفات او بتشرب نسكافيه او بتشرب قهوه او بتشرب سجاير او اي حاجه، بتقعد الفتره الاولانيه بتبقى صايمه، ما بياكلوش حاجه وما بيشربوش حاجه. فبيبتدي اول يوم يصدعوا شويه، تاني يوم يبقوا مصدعين نص نص، تالت يوم. بعد وقت ممكن بعد 4-5 أيام وممكن أقل وممكن أكتر بيبتدوا إن هم يتغيروا فعلا. يعني اللي متعود يصحى يشرب كوباية النسكافيه أو فنجان القهوة، لا، هو بيبتدي ينسى القهوة بتاعت الصبح. احنا ممكن بعد شهر رمضان عدى 30 يوم بنبتدي ننسى إن احنا بنشرب قهوة الصبح، أو بنبتدي إن احنا ما نركزش لان احنا غيرنا ميعادها بقى بالليل بدل الصبح. التغيير مطلوب مننا ستيبس صغيرة بس نستمر عليها. دي اهم حاجة عندنا في التغيير. التغيير بالنسبة لنا مش نقلة، مش انا بتغير بروح من هنا بلاقي نفسي هنا. التغيير ده بيبقى عبارة عن رحلة، عبارة عن وقت طويل. انت بتستنى دايما اللحظة اللي انت هتبتدي تتغير فيها. اول خطوة هي اهم خطوه. في ناس كتير مثلا يبقى في شباب كتير بيبقوا معانا وبيشتغلوا معانا وكده، يقول انا عايز انزل الجيم، انا عايز انزل الجيم، انا عايز انزل الجيم. ما بينزلش الجيم ليه؟ لان لسه اللحظه الاساسيه بتاعته اللي احنا بنقول عليها لحظه الوعي. لحظة الوعي ده اللي هو فعلا هيعرف فيها أهمية الحاجة اللي هو رايحها. يا إما مثلا يلاقي نفسه وزنه زاد شوية، يلاقي إنه هو مثلا لو عنده عضلات أو كده ابتدى يتعب من المشي، ابتدى يرهق فمضطر إنه هو ينزل. ففي اللحظة اللي بتخليك تتغير دي، هي دي اللحظة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. التغيير مش حلم، التغيير اختيار. انا اختار ان انا عايزه اتغير، ابتدي افكر وابتدي للمرحله الاولانيه، ابتدي اول خطوه وبعدين كل الخطوات هتيجي بعد كده. ابدأ دلوقتي واحنا مع بعض. لو تعبت من اللي انت فيه، لو تعبت وعندك مشاكل، ابتدي بس غير تفكيرك وابتدي قول انا عايزه اتغير، وابتدي شوف ايه اللي انت بالظبط عايز تغيره. في لحظه وعي هنا معانا احنا بنشوف مع الناس ايه درجة الوعي اللي هنقدر نوصل لها. انت بعد ما سمعت البرنامج ده، يا ترى درجة الوعي عندك زادت؟ يا ترى انت فهمت المقصود من البودكاست بتاعنا؟ يا ترى انت فعلا محتاج انك تتغير؟ لو محتاج ان انت تتغير هتبتدي معانا، دي بداية للتغيير لينا كلنا.